مش الواد ده سيد لومان؟ ايوه هو يا باشا. انت ابو مغربي استاذ هناك يا باشا. السلام عليكم يا معلم. يلا طيري. ما اعرفش لا ما اعرفش فين ورا؟ سيد لومان سيد لومان. يا ابن الكلب رضا يا رضا، اللي واخد عقلك يا عم السرحان؟ ها؟ ولا سرحان ولا حاجه. طب ما تاكل يوماتي نفرش مناديل للغدا وبقوم جعان منك، وساعات اخاف ما تشبعش تاكل دراعي. كان نفسي اكون رايق وسمرك في الضحك والهزار يا جماعه. قال لي حيشروك ده انت من دول عبيده، فشتك عايمه وضحكتك بترج الحيطان وبتتريق على طوب الارض، وان ما لقيتش حد تتريق عليه بتتريق على نفسك. الفجر يا دياب يا اخوي صحبته طالت وخلاها خاف. هو ده اللي مزعلك وسدد نفسك؟ اشحال لو ما كناش مولودين بو واتفطمنا عليه. هيفضل معانا كتفنا بكتف لغايه ما نموت ويكفينا وياخد عزانا ويكمل مع الورثه. المره دي متبت فيا بده واسنانه وفاض وزاد ومرار وطفح وبقى يعكر المحيط. والله عندك حق يا رضا يا اخويا، بس مش لازم تغير العربيه بتاع السنه دي، العربيه بتاع السنه اللي فاتت لسه زيرو وما اتضربش فيها انفك. يا رضا يا اخويا، اللي زينا بيدخل الدنيا وبيطلع من الباب الوراني. ما تجبرنيش افك الزكيبه وعكنك معاي، انت مش ناقص، كل جمل موجوع تحت حمله. اخس عليك يا رضا،
لما مش هتحكي لي وجيهها؟ امال هتحكيها منين؟ ده احنا اتولدنا لقينا وشنا في وش بعض، ومش اما نقعد في بيوتنا قد ما بنقعد مع بعضين. فك زكايبك فك. اخوك جتته منحسه والهموم مش اما تحوط فيا. البنت اللي سترتها من 3 شهور وراحت بيت عدالها، فلوس جهازها جيت خانقة رقبته بوصلات أمانة، والشهر لما اتأخر في دفعه أما يتحسب الطقطقين، والجاموسة بتاع الحاج حسن اللي أعطاها له وكلها له بالمناب واكل خيرها، بقالها 3 أيام قاطعة الأكل، والجزارين قاعدين تحت رجلها بالسكاكين، والبنت الصغيرة العاية ملوكها وراحت من الدنيا، واستلفت وكشفت عليها، والدكتور قال لي عايز عملية بالشيء الفلاني، والصبيان اللي كنت بقول يدفعوني بزنج مش مكفين بيوتهم مصاريف، ومشيلين همهم وهم عياله، والمرة دي لها شهرين ما قدتش نار تحت حل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من حقك يا صاحبي تقطع الكلام، ولكن حمولك تقيلة وهمومك جبال والمر بزيادة. يعلم ربنا يا صاحبي بعد اللي سمعته منك هين علي اخلع باب البيت اللي ساترنا وابيعه واديك ثمنه وتتفك فيه، وهنا ويا تسند الزين. تعيش يا داب يا اخويا، لو كان حيلتك حاجة كان عمرك ما هتتحاش، وقال على رأي المثل عيانة ما يصبر في ناي. أقوم ما يجيبش ما تعرفش نعمل الشاي. الوداع يا تعب، متشكرين يا شقا، أخيرنا تضحك يا دنيا وتدوقينا خيرك، ولا مرمطة تاني ولا وجع قلب في خطان الناس. عروق يا دياب وعيش لك يومين، ربنا عالم بيك يا رضا يا صعب، هتسدد ديونك وتعالج بنتك ويبقى عندك بدل الجاموسة 10. أفرحه دلوقتي بالكنز ولا ما يستحملش الفرحة ويطب ساكت مني؟ استنى لما نروح احسن. يا رضا، يا رضا بيه، يا رضا باشا، صبرنا ونونا يا صاحبي. ارمي الفجرية دي في البحر ولا حرقها بغاز وسخ. ولما ارميها في البحر هروح غطان الناس عمد ولا هنعزك بضفرين؟ ولا خطان ولا جرف تاني، احنا هنبقى عمد واصحاب طيان ونقعد تحت المراوح وناكل المحمر والمشمر. الدنيا ضحكت لنا وفشخت حناكه. هو كتر الهام طاير البرج اللي فاضل في نافوخك ولا الجن لبسك؟ لقيت الكنز ده وانا ملم الحطب عشان اعمل الشاي، خفت اقول لك ساعتها عقلك يشت منك، واللي حسبته لقيته. مسمي البتاع اللي في ايدك ده كنز؟ هو الدهب الاصفر اتعفرت وقلب لونه؟ ما انت جاهل وغشيم، عمرك ما دقت غير الشاي اللي في دي تمنها يغرقنا فلوس، تتباع في ساعة وزبونها مستنيها. تسمع عن الحشيش كيف العمد والبهوات؟ يا نهار اسود يا دياب، عايز توكلني حرام؟ ده انت مرقدك جهنم. طب مش خايف من حساب الاخره، خاف من حساب الدنيا. يعني نعيش حياتنا في شاقه ونختمها بسجن وفضايح؟ السجن هو الفجر اللي كاتم على نفسنا من يوم ما اتولدنا. ما الدنيا كل ما تبيع وتشهر وما تلعب بالفلوس لعب، ما حدش هيتحبس الا احنا. حد الله بيني وبين الحرام، انا كلها بملح احلى من العسل،
ولا دخل شوف السم الهاري ده، ولو مش هتطوعني انت من طريق وانا من طريق. السلام عليكم يا عم الحاج. وعليكم السلام. ازاي الحال؟ وعليكم السلام. نعم. مالك يا راجل طيب؟ مين اللي مزعل؟ محدش مزعلني، ما تعطلنيش، مش فضيلة. مالك بس يا عم الحاج؟ انا قاعد لوحدي. مالكش دعوة، خنقتني وانا مش ناقص خنقة. مالك بس يا ستاع؟ انا مش حامل نفسك ورتاي قدوم. انا جاي معاك سكه وزوج وانت بيم وجلدك تخين. طول بالك يا ابني، ده انا قد ابوك. خد اشرب كوبايه الشاي دي وروق دمك. طب لما انت قد ابوي مش تدور اللي عايز قطع عيدل وترد عليا زي الناس؟ كان في حيوان زيك شغال معاك راح فاني داهي. مش تقول كده من بدري يا ابني؟ اديني قلت ابو دم خفيف. قول يا عسل كل اللي تعرفه، ولو خبيت كلمه اريح كتفك مش لدماغك. اللي كان شغال معايا واحد اسمه دياب وسابني وساب الشغل من مده. اصل بعيد عنك وعن السامعين لقى كيس حشيش، قال لي تعالى نتاجر فيه. انا قلت له بيني وبين الحرام حد الله، ومن ساعتها لا شفته ولا عايز اشوفه. وقاعد في الخرابه اللي اسمه الزفت دياب ده. قاعد بحر البلد جنب سيدك الغريب بالظبط. وشيل مطوتك بقى، انا شفت كوبايه الدم اللي في عروقي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. علام تعالى يا لف تعالى خلص. يا حاج
دلوقتي المسافة اللي بين المسجد والمسجد في حدود 150 متر بس، فطبعا المسافة كده قريبة، فمش هينفع موضوع المسجد هنا. تمام تمام تمام. بس في فروع خير كتير الناس محتاجاها في القرية في البلد، فالناس محتاجة يعني في كذا حاجة ممكن تتعمل تخدم الناس يعني، وكل لله سبحانه وتعالى. الجوانب كتيرة جدا هنا ومحتاجين أي حاجة. تمام 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 يا حاج. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه يا باشا، سيد نمر واصل اهو. ماشي. ديون الناس بقت جيت فرجب، فك عن الرجب يا رب. اشفيني بنت المريضة يا رب، اشفيني بنت المريضة يا رب. ماليش غيرك اشكي له وجيهاتي يا رب، ماليش غيرك اشكي له وجيهاتي يا رب. سد عني الديون يا رب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا من تكرمني يا رب. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي. مالك مالك مالك؟ مين؟ انا يا سيد المعلمين. نعم، عايز مين يا ابني؟ هو انت تايه؟ دي مقابله يا كبير. طب ما تقول اتفضل. خلص شوف انت عايز ايه، خلص. انا جاي لك من طرف الحبايب. قالوا المعلم دياب ابو المزاج كله، اخوه خرمان ودماغه فكه سلك فرامل. اتفضل يا عم الخرمان، تعال اتفضل. طلباتك. حته حلوه منك الحلوه تظبط المطلق. حته حلوه على ابوك. ابو على من الجاو. مين اللي ابو العالي ده معلم وبتاع مين؟ من الدكان اللي على اخر الشارع عند البجاج. حلوه منك يا معلم ودمك شربات. ما قلتليش بقى الصنف ده منين؟ ما قلت لك في الدكان، روح هناك وانت هتلاقي. وبعدين يا معلمه ما تقصر وتيجي معايا اقدر زراعه. ولا زراعي ولا صحراوي، الصنف ده من جهنم وبتاع اللوم الاحمر. انا اللي مال الاحمر يا معلم. يبقى الصنف ده بتاعي، ادخل وهات باقي المصلحه. انت انسطبت على الريحه؟ هات تمن الحته وغور شرابها بعيد عن هنا، وان شفت وشك تاني هنا هقطعك 4 بطوريا وكل ربع ارميه بغيط. اصحى يا ستاع وفوق قعد لسانك تريحك منه. انت يا عم سجاره فرد يتجاوز رجاله. كل ده اللي عندك يا عم رضا؟ هو ده كل اللي عندي يا بيه، هو ده قليل؟ ايوه طبعا. كل عندك اي شيء تاني يا عم رضا؟ لا يا بيه. كل اللي انت حكيته ده كله عند ربك سبحانه وتعالى سهل جدا، لان كل شيء عند ربك بمقدار. المرض ربك بيأتيه وله الحلول، الديون برضك بقدر الله ولها حلول، وتعب الولاد وشقوتهم عندك برضك لها حلول. مفيش شيء عند ربك ملوش حل، كل شيء له حل. المرض حلوله. سيدنا نوح كان ابنه كافر ورفض يركب معاه السفينه، معنى كده ان ربنا غضبان على سيدنا نوح؟ ما حصلش. يبقى ربنا مش غضبان عليك انت. المرض له حلول، يكون يقينك في الله سبحانه وتعالى بس، وترمي الحمول على الله. وخد بقى ديت الاساس لينا وليك، ويجب كل الناس تعرفها ان ربك سبحانه وتعالى اسمع قال يعني من لم يرضى بقضائي فليرحل من تحت سمائي وليبحث عن رب سواي. ألنا رب سواه؟ كل ده ربك سبحانه وتعالى ملم بيه، فانت فوض الامر لله سبحانه وتعالى وخلي يقينك في الله سبحانه فوضت وتعالى. امر لله ونعم وكرم بالله.
حضرتك مين يا بيه؟ انا ما عرفتش اسم حضرتك، وقال اللي جابك هنا يا بيه. أنا عبد من عباد الله، وربنا جعلنا أسباب لبعضنا، سبب الأسباب، ولا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسألوا. انت شكلك لسه غشيم وما شلتش البرطوشه اللي في دماغك ومش ناوي تخلعها. انا سايب له مانع حالتها، عليا قضايا بعدت شعر الراس وهربان من احكام قد عمرك 7 مرات. ادخل يا حلو امك، هات باقي المصلحه، لان مفصل راسك عن جسمك وخلي الكبيره فيك اصغر من حته ب50، وتأبيده من اعدام ما فرقتش كتير. وده اخرك يا روح امك. سيبك يا دياب، مش هسيبك يا دياب. يلا يا امك، يلا يلا يا دياب، يلا يا يلا عم رضا قوم معايا. يلا عم رضا. البلد هنا ولا بطنيه. لا الموضوع ده لازم يتلم في اقصى انا سرعه. حاطط مخبرين في كل حته، بس مرشقه الشوارع والبيوت والاماكن كلها. العيال دي تيجي. رايح فين يا جدعان؟ انا عند دياب يا بيه. دياب بتاع الحشيش؟ ايوه. ايه يا حسب الله؟ جاي يزور دياب بتاع الحشيش يا باشا. خد تعالى هنا. تعالى يزور مين؟ دياب يا بيه. اللي هو بطاقتك ايه دياب ده؟ جاي يا بيه، صاحبي بنشتغل معاه في البيت. فين بطاقتك؟ تعالى يا اخويا، خش الدنيا اهو، خش يا كبارة. الدنيا كلها اما تشرب وتبيع واما تلعب بالفلوس ليه؟ ولا طان ولا جرف تاني، وهنبقى عمد واصحاب اطيان، ونقعد تحت المراوح وناكل المحمر والمشمر. مش هو ده كلامك يا دياب؟ ارتحت يا دياب؟ لا قوم يا عيالك يورثوا من وراك الفضايح والعار، واستعجلت على اللقمه الحرام، ولبسك شيطانك وجريت وراه بقطع الشوط. اشرب يا دياب واطلع من سجنك على جبرك. يا ريت رحت سمعت كلامك يا رب، يا ريت كنت ابقى زيك. يا ما قلت لك يا دياب، ما تيجي الا لما تفرق، واللي خلق حالك متكفل بعليمه، ومحدش اما ينام من غير عاشه يا اخويا. طريق الحلال راحة بال، واللقمة بعرق الجبين، ملحها مغمز عسل. بالملحة أحلى يا دياب، بالملحة أحلى يا دياب، ولكن ملوش هذا الكلام، فات الأوان. حرام عليك يا صاحبي، بدل ما تيجي تهديني تهدني. وأنت كان لازم أشوفك هنا. والنبي نقسم واحد، اتكل على الله. يا ابني أنا مش واعظ ولا شيخ جامع واقف على منبر في يوم جمعة، ولا حتى بفك الخط، لكن اللي اتعلمته من الدنيا مش موجود في كتب المدارس. يا ابني لقمة الحرام السهلة مسمومة وعسلها مر، وسكة الشيطان مسدودة وافرزها حسرة وندم، واللي بيتغرب صحته
يفتكر يوم يمشي على عكاز، والأرض وهي بتشتكي من طول رجال، لكن اللوم مش عليه، اللوم والعجب على الدورة اللي نفضك ورماك للشارع ومعلمكش الصح من الغلط، وافتكر ان الرباية لقمة وهدمة واربع حيطان. اللوم على اللي فرح بدخلك عليه وجيوبك مليانة فلوس، وما سألش الفلوس دي جاية من حلال ولا من جيب الشيطان. يجي ابوك اذا كان عايش عشان يشوفك ويحصد شوك زرع ويبكي بدل الدموع دم، ده اذا كان عنده دم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.